السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتنا أكلاتنا اليومية. النهاردة بقى مصورة معاكم روتين كامل في المطبخ والفطار بتاعنا والعصاير وكل حاجة. بس قبل ما ندخل الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول حاجة بدأت أعملها العصاير، طبعا ده لازم وأساسي في رمضان. كل عام وانتم طيبين يا رب، ربنا يعود علينا الأيام بخير. وكنت عاملة يومها كده عصير الجوافة الجميل ده، يعني جوافة موجودة وحلوة دلوقتي ما شاء الله كده. عملت أول حاجة العصير الجوافة، وعصرت عليه ليمونة بتحافظ عليه وتديله طعم حلو، وتخليه لونه أبيض زي ما هو كده، تخلوش يسود معانا. وطبعا بيكمل القيمة الغذائية في العصير. وطبعا الليمون فيتامين سي والجوافة فيتامين سي، يعني حاجات مفيدة جدا لولادنا. وهنا كده بقى كنت بعمل عصير اللي هو عمان بالتمر هند ده. ابني بيحبه بالشكل ده كده. عملت له العصير ده. احنا اليوم ده عملنا عصير جوافة وعملنا عصير عمان. لازم رمضان يعني عصاير. وهنا كنت بعمل كده ده تمر انا اللي باكله بس، يعني صراحة انا عاملة التمر ده ليا. كسرت كده كام واحدة من التمر وكام واحدة قراصية ومشمشية، وشوية جوز الهند وشوية زبيب. وبعمله باللبن مش بعمله بالمية. حطيت كده حوالي كوباية لبن كده عليه، وبسيبه بقى على جنب كده مع نفسه. وهروح بقى نعمل الفطار بتاعنا. حطيت مية على النار وحطيت فيها معلقتين زيت ومعلقة من الملح. النهاردة بقى فطار جميل كده وكله حاجات حلوة ومغذي. هنعمل النهاردة مكرونة بالبشاميل. كلها بقى لحمة ولبن والمكرونة، يعني كلها وجبة كاملة متكاملة من كل حاجة. حطيت بقى كده 3 أكياس مكرونة، دول 3 أكياس، الكيس 350 جرام. حطيته بقى بالشكل ده كده، وهسيبه يتسلق، وسبته كده على جنب يتسلق. وجبت حلة تانية عشان نعمل العصاج بتاعنا كله كده يبقى مع بعضه. حطيت هنا معلقتين من الزيت، مش كتير يعني مش بكتر قوي الزيت، يعني حوالي معلقتين. وبنزل باللحمة بتاعتنا تتشوح كده مع الزيت بس. مش بحط عليها اي توابل ولا اي بهارات، الا بحط بس نص معلقة من الفلفل الاسود معاها، وهي بتتشوح التشويحة الاولى دي كده. بفككها بقى من بعضها بالشكل ده كده، وبحط بس نص معلقة من الفلفل الاسود تتشوح معاها كده. بتديها ريحة حلوة وطعم حلو اما تحطي شوية الفلفل الاسود في الاول كده مع التشويح. تمام بقى بالشكل ده كده. وبعد ما بيتغير لونها ما بحطش عليها اي حاجة الا لما لونها يتغير بالشكل ده كده. كده كنت بشوف المكرونة بتاعتنا كده خلاص استلقت، بشيلها بقى من على النار وبصفيها، وبنحطها على جنب كده تبرد. وهنا كده ضربت بصلتين كبار كده في الكبة، وحطيتهم على اللحمة وبديها تشويحة. مش بحط عليها حاجة الا ما اشوح اللحمة والبصل مع بعض شوية. بعدين جبت قرنين فلفل برضو وضربتهم في الكبة، وبديهم تشويحة مع بعض شوية. لازم برضو كل حاجة نحطها نشوحها شوية، يعني اللحمة الأول تتشوح، بعدين نشوح البصلة مع اللحمة، بعدين نشوح الفلفل. ودول برضو 3 طماطميات بشراهم، وحطيت عليهم معلقة من الصلصة بالشكل ده كده، معلقة كبيرة. وبقلبهم بقى مع بعض ونسيبها بقى تتسبك مع نفسها كده. شايفين بقى بالشكل الجميل ده كده. وبحط عليها التوابل بقى بتاعتنا، نظبطها بقى عليها معلقة ملح، معلقة فلفل اسود، معلقة من 7 بهارات، معلقة من بهارات اللحمة، ومعلقة كبيرة كده من البابريكا. معلقة البابريكا دي بتديها لون حلو كده، بتعزز اللون معانا. دي كده التوابل بتاعتنا بس بالشكل ده كده. ونسيب بقى اللحمة بتاعتنا تتسبك كده على نار هادية مع نفسها. نحضر بقى البشاميل بتاعنا. يبقى كده المكرونة بتاعتنا اتسلقت تمام.
اللحمة بتتسبك مع نفسها كده، وهنعمل هنا البشاميل. حطيت حوالي 5 معالق 10 معالق من السمنة على زيت. 10 معالق من السمنة على زيت بالشكل ده كده، واسيبهم لما السمنة تسيح خالص. وبحط عليها 10 معالق من الدقيق. الدقيق قد السمنة بالظبط، قد المواد الدهنية، يعني سمنة أو زيت. مش بعملها كلها سمنة عشان ما تبقاش دسمة زيادة عن اللزوم. بحط نصها سمنة ونصها زيت. بس الدقيق بيبقى قد المادة الدهنية بالظبط. 10 معالق مادة دهنية، 10 معالق من الدقيق. أنا عاملة برضو كمية كبيرة، يعني عاملة 3 أكياس مكرونة. فعملت 10 معالق من الدقيق، دول هياخدوا 2 كيلو من اللبن. كل 5 معالق دقيق بتاخد كيلو لبن، عشان البشاميل يطلع معاكي تمام ومظبوط. كل 5 معالق كيلو لبن. فانا عامله 10 معالق، هحط لهم 2 كيلو من اللبن. وطبعا الصينيه بتاعتنا كبيره، ده بيرجع لكل صينيه. يعني تشوفي مقاس الصينيه بتاعتك قد ايه، هتاخد قد ايه. مش لازم تكوني عامله نفس المقادير بالظبط، لا، بتعملي على قد الصينيه بتاعتك. بالشكل ده كده، بعد ما بشوح الدقيق كويس جدا وريحته تطلع، بجيب بقى اللبن بتاعنا وبحط عليه تدريجي كده، مش بحطه مرة واحدة، بحط تدريجي وبقلب بالشكل ده كده. احط شوية بشوية واقلب لحد ما يندمجوا مع بعض. وارجع بعد ما يندمجوا مع بعض، برجع احط لبن تاني واقلب. تمام بقى بالشكل ده كده. لما اللبن معانا خالص، الدقيق بتاعنا يفك خالص من اللبن بالشكل ده كده. خلاص دلوقتي حطيت بقى معلقة من الملح ونص معلقة من الفلفل الأبيض بالشكل ده كده، وبديله تقليبة. وممكن بقى ايه، لو عايزة تعززي الطعم البشاميل شوية، تديلها شوية بهارات من بهارات اللحمة. وبحط لها نص معلقة من مرقة الدجاج البودر، بتديله طعم جميل جدا. تمام بقى بالشكل ده كده، واسيبه بقى ايه مع بعضه لحد ما يستوي. كده العصاج بتاع اللحمة بتاعنا استوى بقى تمام بالشكل ده كده. والبشاميل بتاعنا بقى تمام. شايفين بقى السمك بتاعه الجميل ده كده، لا يبقى خفيف قوي ولا يبقى تقيل قوي، بيبقى بالشكل ده. حضرنا بقى كل حاجة. دي الصينية بقى بتاعتنا، شايفين دي سعة الصينية كبيرة شوية. بحط فيها كده معلقة من السمنة، وببدأ ان انا اعملها في الصينية خالص كلها. وبجيب معلقتين 3 كده من البشاميل اللي بحطهم في قاعدة الصينية. بقلبها بقى بالشكل كده وافردها كويس. وهنا قسمت بقى المكرونة بتاعتنا على الطبقين دول كده. في الطبق ده كده جبت نصها، وحطيت عليها 3 4 معالق من البشاميل. احنا هنا بنحب البشاميل لازم المكرونة تبقى غرقانة بالبشاميل بالشكل ده. مش هناكل مكرونة كده، لا لا، لازم البشاميل يبقى غرقان كده فيها بالشكل ده كده. بسويها بقى واظبط كده الطبقة الأولانية من المكرونة بالبشاميل. وجبت هنا بقى اللحمة بتاعتنا، وبدأت ان انا اوزعها على المكرونة بالشكل ده كده، بالشكل ده كده. بسم الله ما شاء الله. لو وصلت معايا للفيديو لحد هنا، ما تنسيش تعمل لنا اللايك الجميل بتاعك. وحطينا بقى الزيتون ده بيديها طعم حلو قوي، يديها حدقية حلوة كده. طبعا ده طبع الرغبة، لو مش حباه مش مشكلة. وحطينا الطبقة التانية من المكرونة، وبعدين بنحط بقى ايه اخر طبقة البشاميل. بنغطيها خالص، لازم المكرونة بتاعتنا تبقى مستغطية خالص، مش باينة بالشكل ده. لازم طبقة البشاميل تبقى سميكة شوية كده، تبقى مغطية المكرونة خالص. تمام بقى بالشكل ده. باجي انا بقى على اخر 3 4 معالق من البشاميل، بحط عليها ايه بضاية كده وشوية ملح وفلفل. وبحطها على وشها الصينية، افردها بقى ايه على الوش الصينية خالص. طبعا الخطوة دي برضك اختياري، لو مش حابة البيضة مفيش مشكلة.
عندك اي انواع من الجبنة ممكن بتفرديها على وش المكرونة، بتبقى حلوة برضو بالشكل ده كده. ولو بتحب بقى البيض ممكن، وفي امكانية تزودي، بتبقى جميلة لو حطيتي بيضتين او ثلاثة كمان على الوش بتبقى تحفة. ما شاء الله بقى بالشكل ده كده. حطيت بقى الصينية بتاعتنا في الفرن بقى على درجة 200 درجة عالية كده في الرف الوسطاني. وهنا كده كنت بعمل سلطة، قطعت كده فصين 3 من التوم والخضرة بتاعتنا الجميلة بالشكل ده كده. السلطة جميلة، من الحاجات المفيدة جدا، لازم تهتمي بيها تكون على سفرتك. بالشكل ده كده. وبدأت ان انا اقطع الطماطم والخضار بتاعنا كده تقطيعة صغيرة خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلصنا بقى ايه السلطة بتاعتنا تمام. مش هحط لها بقى ملح ولا اي حاجة، يعني بحب احط لها ملح وفلفل وشوية خل وعصرة ليمون، بس ده في الاخر خالص اما نيجي ساعة الاكل. وهنا بقى كنت بعمل طحينة. الطحينة الجميلة بقى بتاعتنا كده، جبت حوالي 3 4 معالق من الطحينة. وبدأت ان انا اظبطها بقى بالشكل ده كده. طبعا احنا عارفين كلنا بتتعمل ازاي، يعني بتتعمل بشوية من المية ومع شوية من الخل بالشكل ده كده. وبنبدأ نقلبها واحدة بواحدة، برضو مش بنحط عليها المية مرة واحدة كده، واحدة واحدة كده، وبننزل ونقلب. وهنا كده دول فصين من الثوم وشوية من الخضرة عليها بالشكل ده كده. وحطيت عليها شوية الكمون، وطبعا احنا حطينا الملح والفلفل. بسم الله ما شاء الله، طعمها تحفة وريحتها كانت طالعة كده وانا لسه بعملها جميلة بالشكل ده كده. ودي السلطة بقى بتاعتنا الجميلة الحلوة دي. وكده بقول لكم ان انا خلصت المواعين بتاعتي، غسلت كل حاجة، الحلة بتاعت المكرونة والعصاج اللحمة والسلق المكرونة والبشاميل، وظبطت الدنيا. ما فيش الا كانت المكرونة في الفرن وطلعت بقى بالشكل الجميل ده كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. طلعة جميلة وتحفة. شايفين بقى الجمال ده كده. بدأت ان انا اقطعها بقى، وقطعتها خرط بالشكل ده كده، وحطيتها في الاطباق كده. كل واحد بقى ياخد له القطعة بتاعته في الطبق بتاعه بالشكل ده كده. شايفين بقى السفرة بتاعتنا الجميلة دي. وده كان فطارنا. ولو عجبكم بقى الفيديو بقى وفطار الجميل ده، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.